السلام عليكم، معكم بادي فيديو جديد كيف ديما كل ثلاث من كازابلانكا. اليوم عندنا واحد شنقول لكم، واحد الموضوع اللي مهم بزاف اللي خصنا ضروري نشرحوه للناس باش ما يبقاوش تابعين دوك الصحافه اللي وليتو عارفين هما اش كيديروا وشنو هي خدمتهم واشنو اللي كيبينوا للناس. المهم هذاك موضوع ابار. المهم غادي ندويو على اهم حاجه والموضوع ديالنا اليوم هو رخصه السياقه والقرار اللي قالوا على انه غادي يتفعل، وهو البوليسي ما يبقاش ياخذ لك بيرمي وما يبقاش يحيد لك حتى طوموبيله الا كان دوزيام بوزيسيون، ما يبقاش ياخذها لك في الديباناج. الوغ هادشي كامل كثرات عليه الهضره بزاف، وهادشي كامل وهاد الاخبار كامله كانت مبنيه فقط على واحد المقال كتبو واحد الصحفي. الوغ نشرحوا بعد هذا المقال الجا فيه، حيت ما نقدروش نقولوا مشروع قانون، غادي نقولوا مقال صحفي، حيت قلبش مزيان. واخا راكم عارفين باش توصل المعلومه القانونيه في المغرب مشكله كبيره بزاف، خصك بزاف ديال التليفونات ماشي ديال الديبلاسمون ديال شي حاجه اخرى. المهم انا غادي نشرح لكم داكشي اللي فهمش بواحد الطريقه اللي سهله شويه وما فيهاش ديك الهضره ديال نحن نقول الرقم 440,000. داكشي هو مزيان مني كتقولوا، ولكن داكشي كيصعب عليك الفهم وكذا وتخلطوا عليك النوامر بزاف وكثرت الهضره بزاف. قال لكم اسيدي هذا السيد هذا انه حط واحد المشروع اللي تعديل مدونه السير اللي كان حطها الوزير اللي قبل منه غلاب، هي انه يلغي السحب ديال البيرمي من عند السائقين، ولكن ماشي في كاع الحالات اللي دواو عليها اللي تقريبا لوجيك حتى هي. قال لك اسيدي ندويو على الحاجات اللي يقدر يدير لك فيهم بيرمي، الحاجات اللي يقدر يدير فيهم بيرمي اللي هما 90% كيكونوا جنايه. شنو هي كتعني جنايه؟ هي انه نهار دير اكسيدون وتكون اما في حاله سكر ولا شدوك البوليس في حاله سكر، هاد لي كا بجوج غادي يديو لك بيرمي في هاد الحاله هادي. والحاله الثانيه هي الا درت شي اكسيدون وكانوا خسائر جسمانيه، يعني انك خسائر اللي درتي في الاكسيدون كان فيهم ماش فيهم شي واحد الله يستر ضرب شي واحد بموطور وتوفى، ولا ضرب شي طوموبيل مع طوموبيل توفى، هنا يقدروا يحيدوك البيرمي. اما في اكسيدون عاديه كنقول لك عاديه، طوموبيل مع طوموبيل ولا موطور مع موطور والموطور ما وقع عليه والو، الوغ هنا ما غاديش يحيدوك البيرمي. والتعديل الجديد اللي كيهمنا حنا بيان سور صحاب الماطر هو انه الماطر سيكونت غيوليو اوبليجي عليك يكون عندك بيرمي ديال الطوموبيل، او غادي تدوز واحد الفورماسيون اللي كاينه دابا ديجا وخاصها تفعل مالوغوزمون، هي ديال الكاتيجوري الاولى ديال البيرمي. كيف ما كتشوفوا كتلقاو A1 و A، عاد كتلقاو B. الوغ الماطر كيخصك دير موتور صغير وموتور كبير. هادشي اللي الناس بغاو يديروا، بغاو بانه كلشي يولي عنده بيرمي الا درتي غير اكسيدون عاديه ولا حرقتي الضو ولا شي حاجه بحال هكذا، ما بقاش يحيد لك البيرمي ديالك ويعطيك هذيك الورقه باش تسوق بها واحد المده ديال 15 يوم او شهر على حساب الحاله ديالك. غادي يولي ديريكتومون تخلص ديك الساعه او كدي معاك ديك الورقه والبيرمي ديالك كيبقى عندك، تقدر تسوق به حوايج اخرين وعندك واحد الاجال فين تخلص المخالفه ديالك. هذه حاجه اللي زوينه مزيان وبزاف كاع باش تقدر تخلص فين ما بغيتي وما تبقاش تقلب على البيرمي ديالك فين دالك داك البوليسيه وين كوميساريه خصك تمشي. المهم واحد البروسيدور اللي معقده بزاف واش معانا مشاكل. ولكن اهم حاجه في هذا القانون هذا واللي عجبتني بزاف في هذا المقترح، نعتذر، الديباناجات ضربهم تران بالرمزوله.
بان الا كنتي واقف في دوزيام بوزيسيون البوليسي ما غادي يجيش يديلك الطوموبيل ديالك. هادشي ما نقولوش الا بحال واحد ساكن في كازا ومشات ليه طوموبيل في كازا غيعرف منين يجيبها. المشكل هو كتلقى شي واحد جاي من مدينه اخرى ووقف مشى لابونك ولا شي حاجه يقضي شي غرض وواقف دوزيام بوزيسيون، يعني انه معرقل السير. في هاد الحاله كيجي ما كيلقاش الطوموبيل ديالو والسيد كيكون خارج من كازا، والا مشيتي تشدو هذاك السبت والحد ما غاديش تقدر تخرجها حتى نهار الاثنين. الوغ هنا كيوقعوا بزاف ديال المشاكل. داكشي علاش هما اختاروا انهم يحيدوا الديباناج في هاد الحالات هادو، وحتى مده الحجز ديال 10 ايام ولا 24 ساعه حتى هي غادا تلغى. الناس اللي ما عندهمش بحال الا شدوك بالطوموبيل وما عندكش لا فيزيت تكنيك الوغ ما غاديش يديو لك في ديباناج، غيعطيك واحد الورقه انك خصك تلزم تخلص في هذيك المده اللي عطاوك، سينو تما كتولي في محكمه وكتولي في شحال من حاجه. المهم هادو تقريبا هما الحوايج المهمين اللي كيتعلقوا بينا حنايا كسائقين، زعما اللي عندنا بيرمي. هادو هما الحوايج اللي تقدر يخصوك وتعرف اللي حقك واللي ماشي من حقك باش تعرف تدوي مزيان على حقك. واي واحد من هنا لقدام ما غيبقاش يمشي ليه بيرمي ديالو، وحتى ديك الديباناج اللي كانت كتخلع الناس الوغ حتى هي ما غتبقاش. بلا ما ندويو على انه ما دواوش علينا جونغ ما دواوش على الديباناج اللي كدير لينا الماطر اللي ماشي قانونيه 100%. وانا كيبان ليا 90% او 100% هذا القانون هذا صعيب باش تصادق عليه المعارضه ولا حتى المؤيدين ديال هذاك الوزير، حيت ولسبب بسيط لانه هادشي غتدخل فيه اللوبيات كبار من اول وحدين اللي غيدخلوا في هادشي هما صحاب الديباناج، لانهم غيوليو غير جالسين ما غيبقاو لا خدامين لا والو. هذا هو البلان اللي غيعرقل هذا القانون هذا. المهم كانوا وصلوني بزاف ديال الميساجات باش نوضح هذا القانون هذا ونقلب مزيان الناس اش قالوا. هذا القانون هذا غير ما قال، خرج غير ما قال، ما كاينش في الجريده الرسميه، ما كاين في شي سيت ديال الوزاره، ما كاين حتى في شي تصريح رسمي ديال الوزير ولا شي حاجه. الوغ هادشي كامل غير هضره ديال الصحافه وصافي. المهم كيف ما قلت لكم هادشي كامل راه ما كاينش وما منوش، وهاد الاخبار هادي راه مازال ما منها والو، حيت القانون ملي كيخرج ولا المشروع ملي كيخرج راه كيصادقوا عليه بزاف ديال اللجان وكيدوز من بزاف ديال لي زيتاب قبل ما يتصادق عليه وقبل ما يخرج في الجريده الرسميه. وواخا كيخرج في الجريده الرسميه التاريخ ديال التفعيل ديالو ما كيكونش ديك الساعه. الوغ هاد التعديل هذا الا كان غادي يدار في المغرب غيخصو واحد 5 سنين ولا 10 سنين، كيف ما كاينين بزاف ديال القوانين اللي كيبقاو غير مكتوبين وما كيطبقوش ولا حتى كيخرجوا كاع وما كيطبقوش. هذا هو المشكل. المهم هو حاولنا نشرحوا بواحد الطريقه اللي بسيطه شويه اللي خصك تفهم المهم وصافي. ما عندك ما دير بهذوك الارقام وهذوك التواريخ وهذاك الشيء ما غينفعك بوالو، حيت في الاخير انت خصك تشوف داك الشيء اللي كيقيسك ديريكتومون. ديك الهضره ديال السياسيين وديال الصحافه وداك الشيء ما عندنا ما نديرو بها. حنا كنحاولوا نوصلوا المعلومه السهل الممتنع. والان سنذهب الى الدويره ديالنا ونشوفوا واش واقع في كازا كيف ديما. ما تنساوش الدراري اللايك وابوني وتسناو دابا الجزء الثاني اللي غادي يبدا دابا. الفيديو كله 3 ما تنساوش دير ابوني باش اون فوا نلوحوا الفيديو يوصلك الجديد. تهلاو ليا في راسكم وتشاو ال20. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفرق بيني وبينك جاي كتشري اللايكس اشري وانا كنبيعو. انت باغي فيديو فيفو وانا باغي نزيد الكيلو باش تعجبتي سميتي في شي فيت غنجيو ليكو ساعه الفيديو.